ازاي تخليه يرجع يهتم بيك من تاني لما تكون في علاقة مع شخص بتحبه والشخص ده بالنسبة لك هو كل حياتك؟ بمجرد ما بتفتح عينك بتجري تمسك تليفونك علشان تبعت له رسالة وتطمن عليه فيها، وما بتنامش غير على صوته. حياتك خلاص تكاد أن تكون تمحورت حوالين الشخص ده، ولكن مع الوقت بتفوجأ إن الشخص ده ما بقاش معاك زي الأول، حتى اهتمامه بيك برضه ما بقاش زي الأول، وبتحس المسافة ما بينك وما بينه كل مدى ما عمالة بتبعد، وانت مفيش حاجة في ايدك ممكن تعملها في الوقت ده غير ان انت بتفضل مستغرب ومصدوم هو ليه اصلا اتغير وايه اللي وصله لفكرة انه يتغير. واحيانا كنت بتروح تسأله وبتقول له انت ليه متغير معايا، ايه سبب التغير ده، انا حاسس ان في حاجة ناقصة ما بيني وما بينك. كانت اجاباته عليك معظمها بتكون غير منطقية، وللاسف ما كنتش بتقتنع بيها. بس انا النهارده بطمنك وبقول لك لو طبقت الثلاث خطوات اللي انا هقولهم لك دول اوعدك ان هيرجع معاك زي الاول وجايز احسن كمان. علم النفس هنا قال كلمته وحط سبب رئيسي لتغير شخصية الشخص اللي معاك، والسبب هو الملل. أيوة بالفعل بدأ إنه يمل منك لأنه حفظك واعتاد عليك وحفظ أسلوبك في تعامله معاك، وإنت بقيت بالنسبة له كده كلك على بعضك شخص متكرر. حتى ردود أفعالك حفظها، من الآخر كده زهق، لأنه كمان بقى ضامن وجودك، ضامن إنه هو بقى محور حياتك، ومتأكد لما يكلمك في أي وقت فأنت هترد عليه بسرعة. انتهى الشغف والاستمتاع اللي كان بيحس بيه معاك في بداية العلاقة. فأول خطوة عايزك تعملها إنك تبطل تكون أنت الشخص المبادر دايما. عايزك تشيل فكرة إنك شخص مضمون وتعكس كل توقعاته فيك. بمعنى أوضح، لو هو متعود منك إنك تتصل بيه أول ما بتصحى من نومك علشان تسأل عليه، فلا مش عايزك تتصل. ولو هو متعود منك إنك تبعت له رسالة علشان تشوفه هو بيعمل إيه في يومه، فبطل إنك تعمل كده. ولو مع الأيام حصل خلاف ما بينك وما بينه وانت كنت متعود كل مرة لما بتزعل منه كنت بتعاتبه وبتقول له ايه اللي مزعلك، فلا مش عايزك لما تزعل تعاتبه، يعني بطل العتاب. وكل مرة قبل ما يكون في رد فعل منك اسأل نفسك دايما هل هو متعود على رد الفعل ده مني ولا لا. لو هو متعود فبلاش تعمله. وهنا هيحصل حاجة بسيطة قوي، ان الشخص ده هيبتدي يستغربك جدا ويستغرب كل ردود افعالك وهيسأل نفسه ايه ده، هو في ايه، هو ايه اللي بيحصل بالظبط وليه انت بقيت بتتعامل معاه بالطريقه دي. فهيبتدي يقرب منك ويحاول يتكلم معاك علشان يعرف ايه اللي جواك، وكده انت نجحت انك تثير شغفه. وده اللي هينقلنا مع بعض للخطوه التانيه، وعلى فكره الخطوه دي مهمه جدا وعايزك تركز فيها كويس قوي. انا عايزك تستعمل في الخطوه دي المقوله اللي بتقول شوق ولا تدوق. عارف معناها ايه المقوله دي؟ انك دايما تعمل الحاجات اللي تخليه مشتاق لك باستمرار، لكن ما تديهوش مشاعرك واهتمامك بكميه كبيره زي ما سيادتك كنت بتعمل زمان. قلل الكميه على قد ما تقدر. طب ازاي؟ هقول لك ما تقلقش. لو مثلا بتتكلموا مع بعض انت وهو على الواتساب، قول له فجاه كده على فكره انا مفتقدك قوي، وبعد ما تقول له الكلمه دي عايزك تختفي بعدها. وهنا انت هتخليه يسال نفسه ويستغربك اكتر واكتر، في ايه مفتقدني ووحشه زي ما بتقول، وفي ايه بتختفي وبتروح فين اصلا. وعايزك في يوم تاني تتصل بيه زي ما احيانا كنت بتعمل وقول له معلش كنت حابب اطمن عليك، ولسه هيجاوبك قول له طب معلش انا اسف انا هقفل معاك دلوقتي، هعمل بس حاجه بسرعه وارجع اكلمك وقت تاني. وبعد كده ما تتصلش، عايزك تختفي شويه كمان. وفي يوم تاني او في مره تانيه ابعت له رساله على الواتساب او اي برنامج انتوا معتادين تتكلموا مع بعض عليه، قول له على فكره انا اكتر حاجه مطمناني وجودك في حياتي. ولما يجي يرد عليك تجاهل رده على رسالتك واتكلم في حاجة تانية، أو بمعنى صح غير الموضوع وكأنك أنت ما قلتش أصلا الجملة دي. وبكده هتخليه يجتهد ويحاول هو اللي يجري وراك ويكلمك ويقرب لك علشان يكسب اهتمامك بيه من تاني ومشاعرك الحلوة اللي دايما كنت بتديها له. ونيجي للخطوة الأخيرة، لازم تكون مدرك إنك لما كنت بتفضل طول اليوم قاعد مستني رسالته ليك أو قاعد مستني تليفونه ليك، أنت ما كانش وراك أي حاجة بتعملها غير إن أنت قاعد مستنيه بس. فتصرفك ده أجبره يحس إن هو اللي متحكم في العلاقة وهو بالفعل محور حياتك. وعلى فكرة دي كانت غلطة كبيرة قوي منك وما اتمناش انك تغلطها مرة تانية، ولكن لما تحسسه ان انت كمان عندك بقى حاجات مهمة بتعملها في حياتك وانك مش دايما متاح، سواء بقى عندك شغل او اهتميت بامور تانية، ضروري جدا توصل له فكرة انك برضه بتنشغل وانك طول الوقت مش متاح له زي زمان. ولازم توصل له فكرة ان انت ليك ركن في حياتك خاص بيك انت بس، مش خاص بيه هو ولا خاص لغيره. طب ايه اهمية الخطوة دي؟ الخطوة دي هتسلب منه فكرة ان هو المتحكم الوحيد اللي في حياتك، وبكل اللي احنا قلناه ده من خطوات هيرجع صدقني يهتم بيك من تاني، لانك هتثير فضوله، هتثير شغفه، هتخليه يسأل نفسه 100 مليون سؤال. ازاي بعد ما انت كنت في ايده
وزي الخاتم في صباعه ومتحكم فيك من الألف للياء، النهاردة بقى مش عارف يبعت لك مسج وترد عليه في ساعتها، النهاردة بقى مش عارف يكمل معاك مكالمة على بعض علشان بدأ يحس إن أنت مشغول بحاجات تانية غيره. ممكن ما تكونش الحاجات التانية دي أهم منه. ما تترددش أبدا إنك تحجز جلستك معايا أونلاين على الانستجرام.